السجون المصرية يعني خلال الثمان سنوات الماضية ارتفعت بشكل غير عادي. يعني لم تشهد مصر نهضة في الجامعات ولا في المدارس ولا في المستشفيات، ولكن شهدت عدد كبير جدا من السجون. في مصر قبل 8 سنوات كان هناك 22 سجن، الآن في 88 سجن في مصر. مصر تفتخر الآن، أو النظام المصري يفتخر بأنه يفتتح أكبر مجمع سجون في العالم في منطقة وادي النطرون في مصر. فهذا إن دل فبيدل على أن هذا توجه هذا النظام، أنه نظام عقابي جاء ليعاقب الشعب المصري، سواء من وقفوا معه أو من عارضوه، سواء من اتفقوا معه أو خالفوه. فلذلك السجون في مصر فيها أكثر من 60,000 معتقل، أكثرهم أو أكثر من نصفهم هم مسجونين سياسيين. لذلك هم يعانون في مصر أشد المعاناة. ولعلكم قد رأيتم قبل يومين فيديو مسرب من إحدى المحاكم للأستاذ الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، وهو رجل ذو 77 عاما، وهو كان أستاذا في كلية الطب وله مكانة مرموقة. وكيف يحكي أنه حينما يخرج من الزنزانة إلى أن يصل المحكمة يكون معصوب العينين، يلقون له الطعام من فوهة أو فتحة في باب الزنزانة. هذا التعامل ليس مع هذا الشخص الطاعن في السن، ولكن هذا تعامل مع كل من في السجون المصرية، ويعطي صورة واضحة لما يحدث في السجون المصرية. هو النظام في مصر يمارس الانتقام مع معارضيه، خاصة من الإخوان المسلمين. هو يتعامل بمنتهى القسوة والقوة الغاشمة، كما قالها السيسي قبل ذلك، يتعامل بالقوة الغاشمة مع كل المصريين وبالأخص منهم الإخوان المسلمين. فهو يحتجز أناس يعني طاعنين في السن. يعني منذ يومين كانت هناك الضحية رقم 47 هذا العام فقط، الضحية رقم 47 في السجون المصرية التي تموت بسبب القتل البطيء، المنع من العلاج، المنع من الطعام، المنع من الزيارات. تخيل هناك في السجون المصرية مصريون يعني قضوا فيها 5 أو 6 سنوات لم يروا أبنائهم، لم يروا زوجاتهم، لم يروا أحدا، ومحجوزين في غرفة انفرادية ليس معهم حتى شخص آخر يتكلمون معه. فتخيل يعني هذا الوضع المزري في التعامل. هذا يدل على أن هذا النظام المصري الذي يحكم منذ 8 سنوات هو نظام قمعي، هو نظام يستخدم البطش في التعامل مع كل المعارضين وكل المخالفين، وخاصة الإخوان المسلمين. بشكل عام المؤسسات الحقوقية تتكلم وتصدر العديد من البيانات والتقارير الشهرية وربما اليومية وربما السنوية وربما الفصلية، تصدر العديد، لكن لا أحد يراها، لا أحد يقوم بتفعيلها. يعني مؤخرا منذ 3 أسابيع قامت المحكمة الأفريقية بإصدار توصية للنظام المصري بوقف عقوبة الإعدام ل 12 عالما ورجلا مسجونين منذ 8 سنوات. هل هذا النظام يحترم مثل هذه التوصيات؟ لا يحترم هذه التوصيات. الدنيا كلها تعلم، حتى منظمة العدل الدولية منذ 2 سنين قالت بمنتهى الصراحة أن هذا النظام المصري يقوم بتعذيب ممنهج للمسجونين. من يعني اتخذ قرار في الآخر هذه التوصيات أو التقارير التي تصدر من المؤسسات الحقوقية ما لم تصل إلى الساسة وإلى المتحكمين والمتنفذين في العالم حتى يقوموا بالضغط على هذا النظام، ستكون هذه كلها حبر على ورق. مؤسسات في مصر تتكلم، مؤسسات إقليمية تتكلم، مؤسسات دولية تتكلم وتفضح الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية، لكن في للأسف الشديد لا يتم الاهتمام بهذه التقارير بشكل كافي، لأن الأمم والمجتمع الدولي هو متسق مع هذا النظام ويحقق له أهداف معينة. يعني إذا كنا أردنا أن نتكلم عن هذا تحت بند حقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري، بالطبع طبعا القوة أو الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري أصبحت مضيعة بشكل كبير. هناك أزمة عالمية في ارتفاع الأسعار في كل العالم، لكن في مصر خصوصا لا يوجد هناك اقتصاد، لا يوجد هناك إنتاج، ولكن يوجد هناك ضرائب وقروض. فأصبح هناك الاقتصاد المصري قائم على الضرائب التي تزيد باضطراد، وعلى الدعم الذي رفع عن السلع الأساسية، وعلى القروض التي زادت. يعني يكفي أن مصر يعني حينما تولى السيسي إدارة مصر
كانت ديون مصر الخارجية 48 مليار دولار، الآن الديون الخارجية تجاوزت 120 مليار دولار. الديون الداخلية لم تتجاوز المليار جنيه الآن، أو التريليون جنيه، الآن أصبحت أكثر من 5 تريليون جنيه. فهذا له دلالة، له مؤشرات يقول أن المواطن المصري مسحوق تحت خط الفقر. يعني بالفعل النظام يسحق المواطن المصري، لا يستطيع أن يشتري لوازمه الأساسية، لا يستطيع أن يعلم أبنائه تعليما صحيحا، لا يستطيع أن يتلقى خدمة طبية في المستشفيات العامة المصرية. فالمواطن المصري يعيش في أزمة. طبعا هذه الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على معنويات الشعب المصري، تؤثر على حتى نوعية الجرائم التي ترتكب في مصر، تؤثر على نوعية العلاقات بين الناس داخل الأسرة الواحدة وأصدقاء العمل والجيران والمعارف، تؤثر تأثير سلبي. فالمصريون بشكل عام مطحونون في مصر بسبب هذه الأزمات التي يتحكم فيها هذا النظام، خاصة وأنه أعطى أكثر من 50% من الاقتصاد المصري للجيش، فأصبح الجيش هو من يتحكم في الدولة وليست الدولة هي من تتحكم في الجيش بسبب هذا الاقتصاد.